السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. النهارده يا جماعة هنفطم مع بعض عملي. الأرنبة دي عندها حوالي 7 أرانب هم، وأرنبة تانية هي عندها 10 أرانب. هنفطم مع بعض طبعا الأرانب ديت والأرانب ديت، وهنقول دول عمر قد إيه ودول عمر قد إيه. الأرنبة دي يا جماعة طبعا عندها 7 أرانب هي، يعني الأرانب دي عمرها حوالي 35 يوم أو 37 يوم. الأرانب دي يا جماعة أنا كنت سبت أمهم حوالي 20 يوم على ما لقحتها، يعني الأرانب دي عندها حوالي 45 يوم. أزيد من الأرانب ديت حوالي 7 أو 8 أيام. هنشوف طبعا مع بعض ميزان دول قد ايه وميزان دول قد ايه، وهنشوف طبعا يا جماعه الميزان معانا، وازاي ان احنا بنفطمهم وبنعمل ايه في اول يوم فطام. اول حاجه يا جماعه هنجيب اهو السبت مع بعض اللي هنفطم فيه، وهنجيب ال7 ارانب هم. ادي 1 2 3 4 5 6 7. هنسد على الام كده، وهناخد الارانب دول عند الميزان معانا هو. طبعا الميزان اصفر اهو يا جماعه. نبدا نوزن الارانب. 835 جرام، 720 جرام، 915. يعني الأوزان كلها في متوسط كويس. 810. في أوزان برضو أقل هي 580. هنجيب طبعا هنحط الأرانب كلهم يا جماعة زي ما عودناكم، لأن احنا مش بنحكم على أرنب لوحده. هنحط الأرانب كلهم مع بعض كده. 3 4 5 6 7 أرانب. أدي ال7 أرانب يا جماعة زي ما قلنا همت مع بعض حوالي 5 كيلو و400 جرام هم. 5 كيلو و400 جرام. ال7 ارانب دول يا جماعه بالنسبه للوزن بتاعهم والعمر بتاعهم هم كويسين. يعني في متوسط الارنب هنقوله هيزيد عن ال 750 جرام، او هيخش في ال 750 جرام او 800 جرام، هيبقى الارنب كويس. انما اقل من كده يا جماعه بالنسبه لعمر الارنب مش هيبقى كويس. طبعا احنا هنعمل ايه في اول يوم فطام؟ زي ما قلنا يا جماعه هننزل الارنب ده مضاد سموم على الميه لمدة 3 أيام، وهنقلل الوجبة بتاعته شوية. يعني الأرنب ده بياكل مع أمه النهاردة حوالي 30 جرام أو 35 جرام. هنحط له النهاردة برضه إن كان بياكل 35 جرام مثلا مع الأم هنحط له 30 جرام، إن كان بياكل 30 جرام هنحط له 25 جرام لمدة يوم أو يومين، على ما يبدأ إن هو يتعود على المكان الجديد وياخد ويدي على المكان، بحيث إن هو ما يحصلوش أي مشاكل معوية. هنحط الأرانب دولت في المكان الجديد بتاعهم، وهنجيب ال10 أرانب التانيين اللي مع الأم التانية عشان نشوف برضو الأوزان بتاعتهم قد إيه. هعمل ستوب للفيديو، هودي الأرانب دولت ونجيب مع بعض الأرانب التانيين. ورجعنا لكم مع بعض تاني. هو ودينا الأرانب التانية، وهنبدأ نجيب برضو ال10 أرانب دولت. بسم الله ما شاء الله. الأرانب دي يا جماعة وزنها أتقل من الأرانب التانية تقريبا كده، لأن طبعا هما في العمر زي ما قلت أكبر. الأرانب دي عندها حوالي 45 يوم، لأن كنت سبت الأم طبعا 20 يوم بعد الولادة عشان كانت والدة عدد. دول 4 هما، وما كانش فيه أرنبة تانية أعمل من عندها 8. كده 5 6 7 8 9 10. 10 أرانب هم يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. وهنحط طبعا الأرانب على الميزان قدامكم هم. هنشوف برضو متوسط الأوزان قد إيه. أرنب زي ده مثلا 900 جرام هم. نشوف أرنب تاني
835 جرام، كويس برضو بالنسبة العدد. شوف أرنب تالت 980 جرام اهو، داخل على كيلو. شوف أرنب رابع اهو 955 جرام أو 45 جرام. طبعا كل ده يا جماعة برضو مش هنقدر نحكم عليه، احنا هنقدر ان احنا نحكم على الأرانب كلها مع بعض. هنحط الأرانب كلها مع بعض اهيت على الميزان، وخليكم معايا عشان طبعا هقول لكم على نقطة مهمة جدا دلوقتي. الأرانب دي يا جماعة دي 7 كيلو، داخلين على التمانية اهو 8 كيلو و 800 جرام او 8 كيلو 700 وشويه. طبعا يا جماعه فرجهم من الارانب التانية ان هم اكتر في العدد، وفرجهم 10 ايام في التلقيح، او 7 او 8 ايام في التلقيح. الناس يا جماعه اللي بتستعجل على الارنبه وبتلقحها عشان تجيب بطن تانية، احنا بنجيب فرج البطن التانية دي يا جماعه في الاوزان. ما تستعجلش على الارنبه وتلقحها. الارنبه انا سبتها حوالي 10 ايام او 8 ايام، فوق ال 10 ايام يعني لقحتها بعد 20 يوم من الولاده مع 10 ارانب فاطم من عندها 8 كيلو و9 حوالي 9 كيلو الا ربع، هم 8 كيلو 800 جرام او 8 كيلو 800 وشويه. بسم الله ما شاء الله، عوضوا فرق ال10 ايام اللي انا سبتها وزياده. الارانب دي برضو نفس الحكايه يا جماعه، هنقلل الوجبه بتاعتهم شويه اول يومين او ثلاثه، وهننزل لهم مضاد سموم لمده برضو يومين او ثلاثه. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.